السلام عليكم. اليوم بغيت نحضر معكم حلوه ديال الرخامه بالطريقه اللي هي سهله وسهله وبسيطه، ما كتديش منا شي وقت كتير. نتمنى الوصفه تعجبكم، وعلى بركه الله نبداو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا واحد 250 غرام ديال الكاوكاو، انا حمرته قبل، طحنته غير مهرمش شويه. غادي ندير هنايا شويه ديال القرفه، تقريبا واحد المعلقه صغيره صافي. غادي نبدا نجمع بالعسل، نضيف شويه العسل حتى غادي نجمع العجينه اللي عندي. غادي نشكل منها واحد العقده ديال الكاوكاو، نبقى نضيف شويه بشويه حتى غادي تجمع ليا غير بهاد العسل هادي. بعد ما جمعت العقده ديالي خديت هنايا واحد الاطار، فرشت له هنايا كيس بلاستيكي باش يجيني ساهل باش انني نديمو ليه الحلوه ديالي. غادي ناخذ العبر اللي بغيت انا صافي. غادي نكب ديك العقده اللي صوبت. اللي متوفر عنده هذا الاطار يخدم به حيت كيسهل العمليه، باش كيعطيك العبر نيشان. اللي ما متوفرش عليه يعني يصوب غير بالطريقه اللي باغي هو. هنا بعد ما قديتها ذوبت الشوكولا، ما درت لها هنا لا زيت لا والو، يعني درتها كامل غير عاديه، ما درت لها حتى اضافه. صافي غادي ندير واحد الطبقه رقيقه هكا ديال الشكلاط. من بعد ما درت لها الشكلاط من الوجه الاول غادي نخليها حتى تشد راسها. انا راه كنخدم بها وحيت الشكلاط ما درتلوش الزيت دغيا يعني نشف ما في يدي، وراه كنحس به كينشف. غادي نخليها حتى تنشف مزيان، ومن بعد غادي نقلبها، غنديمو ليها بعدا ونقلبها باش ندير لها الشكلاط على الوجه الاخر ونكمل لها تزيين. هنا بعد ما شدت لي راسها شي شويه، انا حيت الجو سخون راني دخلتها للكونجيلاتور باش شدت راسها دغيا، حيت الشكلاط مع دابا الجو سخون ملي كتخدميه دغيا كيولي كيسيح. دخلتها الكونجيلاتور شدت راسها شويه وقلبتها، وغادي نضيف لها الشكلاط من الوجه الاخر. غادي نحاولوا نوزعوه هكا، ما غاديش نديروها غير بجهه واحده. واخا يسيح لنا على الجنب ماشي مشكل. هنا انا درت نسيت ما قلت لكمش الشكلاط في هذا الوجه هذا انا ضفت له الزيت باش يعطيني داك اللمعان. غادي ندير دابا واحد داك الخطيطات حتى هذا الشكلاط الابيض دابا راني ضفت له الزيت باش نحصل على ديك اللمعه ديال الشوكولا. غادي نبقى هكا غادي كنضيف خطيطات. من بعد ما كملت الخطوط ديالي غادي نبقى غاديه هكا كندير خطيطات غاديه جايه. وهاد العمليه كي قلت لكم خصكم تكونوا سراعين فيها، يعني فاش تكونوا كذوبوا الشكلاط الاسود ديك الساعه تذوبوا مع الشكلاط الابيض باش تجيكم العمليه ديال الخدمه سهله. من بعد ما شدت لي راسها مزيان غادي نحاول نقطعها. مغاديش ما نحاولوش هكا نبقاو نذبحوها بحال هكا، يعني نحطو الموس وحنا كنقطعو بحال هكا باش ما تفرتمش معنا. طبيعة الحال
اللي بغاها كبيره اللي بغاها صغيره على حساب القياس اللي بغيتو نتوما. بعد ما بدت لي الحلوه انا هنايا خليتها ليله كامله، يعني صوبتها في الليل وخليتها حتى الصباح. انا راني كنقطعها معكم، غادي نقطعوها هكا بالجنب كي قلت لكم قبل، يعني ما نبقاوش نذبحوا هكا باش ما تقطعش لينا. والقياس كيبقى على حسب القياس ديال كل واحد. كاين اللي كيبغيهم صغارين، كاين اللي كيبغيها كبيره. غادي نستعمل بنفس الطريقه حتى غادي نقطع الكميه اللي عندي كامله ونرجع من بعد معكم. الشكل النهائي ديال الحلوه ديال الخامه ديالنا كي كيجي كتجي زوينه وتا المذاق زوين. ديك القرفه كتعطيها واحد النكهه خاصه. والطبقات ديال الشكلاط كتجي بحال هكا. الطبقه الاولى اللي كنديرو من التحت وبالصحه والراحه. نتمنى تجربوها باسهل، يعني الطريقه راكم شفتوها طريقه مبسطه وسهله، ما كتاخذش منا شي وقت كتير، وبالصحه والراحه.